هنجرب النهارده اغرب ساندوتش برجر ممكن اجربه في حياتي، سماش برجر بالعسل. الساندوتش ده من ترشيح اونر سماش ان، وقالوا لي ياروني فايتك كتير، ده اجمد ساندوتش ممكن تجربيه عندنا. فيلا بقى بينا نجرب ساندوتش الهاني سماش برجر من سماش ان ونشوف هل يستاهل التجربه ولا لا. يلا بينا. وصلنا مطعم سماش ان في بور فؤاد وطلبنا الاوردر بتاعنا، وبدا الاوردر في التجهيز. اول حاجه اللحمه الانتركوت بيسووها على الجريل بالشكل ده، بعد كده السماش برجر يحط عليه صوص الجبنه ويبدا تحضير اغرب ساندوتش. انا طلبته دبل يا جماعه، وبيحطوا عليه اللحمه الانتركوت وبعد كده صوص الجبنه وصوص الباربيكيو، واخر حاجه اللي هي اغرب حاجه العسل. مش عارفه الطعم هيبقى عامل ازاي بس الشكل يجنن وخطير. واخيرا الساندوتش بقى جاهز وحقيقي الشكل يجنن، ومتحمسه جدا للتجربه. وصل الاوردر، متحمسه جدا للتجربه. يلا بينا. الاوردر كان متغلف كويس جدا عشان يفضل سخن لاطول فتره ممكنه. كمان الساندوتش بيجي معاه 2 صوص وبيجي معاه باكت بطاطس. الكميه بتاعت البطاطس كميه محترمه جدا. البطاطس الكرينكلز بتاعتهم خطيره وبتبقى سخنه ومش شاربه زيت، مع صوص الباربيكيو المميز بتاعهم. بجد البطاطس عندهم تحفه، انا بعشقها من عندهم، وكميتهم كبيره جدا، والتوابل اللي مستخدمينها توابل نظيفه قوي. واخيرا هنجرب اغرب ساندوتش. انا يا جماعه مش متخيله طعم الساندوتش ده هيبقى عامل ازاي. تركيبه سماش برجر على عسل على لحمه انتركوت، الشكل مغري، الشكل فظيع، بس يا رب الطعم هيكون عامل ايه. يلا بقى بينا ندوق ونقول بسم الله. جماعه طعمه طلع جامد جدا. هي العسل نسبته مش كتيره قوي، ففي حته افتر تيست كده، سويتنس كده بتبقى خطير. عجبني تحفه بجد. اللي بيحبوا السماش برجر لازم يجربوا الساندوتش ده من عند سماش ان، هيعجبكم جدا جدا. الساندوتش يا جماعه حجمه كبير قوي، ما قدرتش اخلصه، طعمه مميز قوي حقيقي، اجربه تاني. دي كانت تجربتنا النهارده، تجربه مميزه قوي، برجر بالعسل. هستناكم انتوا كمان تجربوا الساندوتش ده وتقولوا لي رايكم في الكومنتس. بجد اوعوا يفوتكم. بون ابيتي، روني المصري. باي.